منين يا دكتور لو كان بنحقن دهن؟ المصريين مليانين دهن في كل حته. يعني ممكن واحده تتبرع لزميلتها؟ لا، لو ممكن اختها التوأم المتماثل تديها التوأم المتماثل، لكن مش ممكن حد تاني. لكن المريض نفسه في دهن في حتت كتيره، فنسحب شويه دهن ببنج يعني موضعي ونحقنه في نوعيه الدهون اللي موجوده في الجسم هي اللي ممكن ناخدها من اي منطقه فيها زياده في الدهن، ناخدها تنفع لعمليات والموضوع ده بيتعمل بتخدير موضعي. يعني المريض بيبقى صاحي ومش حاسس بحاجه وبيقوم يروح. وليها كانولا مخصوصه للحقن دون؟ بيبقى ابره رفيعه كده. في صوره لها لو ممكن المخرج يعرضها. صوره انبوبه رفيعه كده بنحقن. طب يا ريت فريق الاعداد اذا كان في صور تخص الموضوع اللي بنتكلم فيه نعرضها على الشاشه على اساس الدكتور امجد يوضحها لنا ونقول عليها. طيب يا دكتور، برضو هنتكلم على، احنا قلنا الفيلرز اللي هي على اساس ان احنا دي حاجه يعني ما بلجأش ليها طبيب التجميل، ولكن بننصح بحقن الدهون اللي هي منك فيك احسن من الفيلرز اللي هي الماده الصناعيه اللي بنحقنها. دي نصيحه على الهوا طبعا. طيب بيجي يا دكتور ساعات يقول لك ايه؟ يقول لك انا حقنت الفيلر دي وحصلت لي مشاكل، بيجي لدكتور التجميل جراحه التجميل بيعمل معاه ايه؟ الفيلر الصناعي لازم نشيله من الوش. يعني بنفتح فتحه صغيره ونسحب الماده الصناعيه بحيث نفضي المكان ده، وبعد شويه نحقن دهن طبيعي مكانه تاني بحيث يرجع الشكل كويس. لكن دي مشكله بتجينا كتير من بيروت بالذات، بيحقنوا فيلر صناعي كتير وفي الكويت. فاحنا بننصح الناس في الدول العربيه. دي الصوره بتاعت الابره الرفيعه اللي احنا بنسحب من البطن مثلا شويه دهن وبنحقنهم في الوش بالحقنه من غير جرح ولا شيء، ودي مساله بسيطه بتخدير موضعي. فاحنا بننصح كل الناس ان هي تتجنب حقن مواد صناعيه في الوجه وتحقن دهن طبيعي، هتاخد نتيجه ممتازه ان شاء الله. تمام. اتكلمنا على الفيلر، برضو احنا بنحاول نوضح للساده المشاهدين تبسيط للكلمات الشائعه الدارجه في تجميل الوجه عامة. وبنقول للسادة المشاهدين إذا كان في حد عايز يستفسر عن أي حاجة تتعلق بتجميل الوجه أو جمال الوجه يتصل بينا، والأرقام مبينة أسفل الشاشة. اتكلمنا على الفيلرز. طيب هنخش برضو على حتة تانية الناس بتتكلم عليها وتلاقي فضائيات بناس قاعدة بتتكلم، البوتوكس. في ناس كتير بتخلط بين الفيلر والبوتوكس. البوتوكس ده اسم تجاري، هو الماده اسمها بوتولينيوم توكسين تايب A، ده الاسم العلمي بتاعها. الماده دي ملهاش حجم، يعني هي ماده ما تملاش تجويف، ما تشدش خد مثلا. ده هي ماده بتشيل العضلات، هي ماده سميه بس جرعتها بسيطه، بتعمل على شلل العضلات. هي بتستخدم اساسا في الجبهه والكسرات اللي حوالين العين وال111 وبعض الاماكن الثانيه، بس ده الشغل الاساسي بتاعها. هي الكسرات دي بتبقى موجوده ليه؟ لان العضله اللي تحت الجلد شده نفسها، مقصره نفسها، فالجلد يبقى مكرمش فوقها. فلما نحن البوتوكس فيها يعمل ارتخاء للعضله او شلل للعضله، شلل العضله تسيب نفسها فالجلد يتفرد وتتفرد فهي بتستخدم للكسرات الرفيعه اللي على سطح الجلد بطريقه مؤقته. دي بتشتغل من 3 ل6 اشهر، بعد كده يرجع المكان زي ما كان تاني، ترجع الكسرات تاني ويعمل جلسه تاني وهكذا كل 6 اشهر. طيب بص، ده في صوره قدامنا اهو يا دكتور. دي حاله ترهلات في الجفون. مع سن معين بيبدا الجيوب اللي تحت العين تظهر تحت العين، تبقى زي الجيوب ظاهره، والجلد اللي فوق العين يرتخي. فدي من عوامل اللي بتدي سن كبير للوش. فدي بنحلها بحل بسيط بتخدير موضعي، ان احنا بنعمل جرح تجميل تحت خط الرمش ونشيل الجيوب الزياده الدهنيه ونشد الجلد ونقفل تاني، ما بيبانش الجرح بالجراحه. وزي ما شايفين قبل وبعد في فرق، جامد. طب في ناس يا دكتور بتتخوف من يعني يقول لك انا ايه اللي يخليني اقعد تحت مشرط دكتور تجميل وممكن بعد ما يفتح بالمشرط تحصل، انت عارف بقى ايه الاهمال في العلاج والمضاعفات والكلام من ده. طب انا اقول لك ما انا احقن كل 6 شهور وادي وشي النضاره اللي انا عايزها او الشكل اللي انا عايزه وبلاش ايه عايزين نفرق بين الاثنين من حيث العمليه نفسها والمضاعفات بتاعتها والتكلفه. هو في فرق بين الحاجتين. لو الحاله فيها ان كيس الجلد بتاع الوش واسع
يعني حصل نقص في الدهن اللي تحت الجلد، يبقى دي حقن دهن بدون جراحه، مش جراحه وبتخدير موضعي. دي لا هي جراحه ولا طيب. فيها مشاكل. هستاذن حضرتك بس في اتصال تليفوني. ايوه الو. ايوه انت على الهوا، مين؟ ايوه ام عبد الرحمن اسكندريه مع حضرتك. اهلا ست الكل، ازيك يا ام عبد الرحمن؟ الله يخليك، لو سمحت علي الصوت شويه، علي الصوت عشان انا مش بسمع كويس. طب كلمينا من الموبايل. معلش انا كده سامعاك بس الصوت يعني واطي شويه. طيب اتكلمي احنا سامعينك. طب حضرتك انا عندي 48 سنه. تمام. من سنه حسيت ان جنب الانف كده نزل على الوش شويه. ايوه. فرحت لدكتور كبير عندنا في اسكندريه هنا، فعمل لي حقن حوالين جنب الانف، حقن هنا وحقن هنا، بس انا مش عارفه بصراحه ده بوتاكس ولا الفيلر اللي بيقول عليه الدكتور دلوقتي. تمام. بصراحه لما سمعت الدكتور خفت، اما بيقول لا كنا ناخد دهون من الجسم وكنا نحقنها، لكن الدكتور انا مش فاهمه هو عمل لي بوتكس ولا فيلر. تمام. لكن هي حقن عطاها لي حوالين الانف، ظبطت الترهل اللي جنب الانف اللي نازل على الفم. طيب هو ده اللي انا كنت هسألك عليه، يعني انت حاسه ان في احسن بالنسبه لوشك يعني؟ هو الوش اتظبط شويه، الحتت اللي نازله دي اتظبطت شويه. وبعدين دي الحقن دي غاليه، انا عاملاها ب 2000 ونص. تمام. طب خليكي على التليفون، الدكتور امجد برضه هيكمل معاكي، ولو عايز يسالك اسئله خليكي على التليفون. طيب انا مع حضرتك. طيب. هي الحاله اللي وصفتها ام احمد ديت حاله مشهوره. هي تقفل التليفون ولا خلينا في لا ممكن تقفل التليفون. طيب اسمعينا بقى خلاص كده، اتفضلي. اللي حقنه لها الدكتور فيلر مش بوتوكس. والفيلر فيه انواع، اللي انا حذرت منه وهو الفيلر الصناعي، اللي هو الماده الصناعيه اللي ما بتعرفش عليها الجسم، ما بيتعاملش معاها، فبتعمل التهاب بعد فتره. لكن في فيلر اسمه هيالورونيك اسيد، ده فيلر طبيعي، يعني ده من مركبات الجسم، بيستخلص ويتحقن في المنطقه دي بالذات، بيحسنها، بس هو بيختفي بعد 6 اشهر. ده لو الفيلر اللي حقنه لك الدكتور اختفى بعد 6 اشهر يبقى ده فيلر طبيعي. لو ما اختفاش بعد 6 اشهر يبقى ده فيلر صناعي. طيب هي ام عبد الرحمن دلوقتي يعتبر اطمنت نوعا ما، على اساس ان هي اهم حاجه الدكتور يبقى صادق مع نفسه، وحقنك الفيلر اللي هو هيالورونيك اسيد اللي هو طبيعي من الجسم. انما لو كان حاجه ثانيه، هي انت هتسالي الدكتور بس اللي هو حقن لك تجي له بعد 6 شهور ولا لا، هو ده اللي يحدد يحدد اذا نوع الفيلر اللي انت استعملتيه. والف سلام. طيب يا دكتور بنكمل احنا حديثنا عن حضرتك كنت بتتكلم في جراحات الوجه. فاحنا قلنا الحاجات اللي ما فيهاش سقوط في عضلات الوجه، لكن فيها ان الجلد بيبقى زايد شويه نتيجه فقد جزء من الدهن اللي تحت الجلد، ده بنحقن له دهن طبيعي وبيرجع الوش جميل تاني ومشدود. لكن في حالات بيبقى فيها سقوط في عضلات الوش، في الحاله دي لازم نعمل عمليه شد ترهلات الوش. العمليه دي كانت زمان عمليه كبيره، دلوقتي بقت عمليه بسيطه وبتعمل تخدير موضعي. خوف الناس كلها من العمليات هو التخدير الكلي. زمان كانت كل الناس بتاخد تخدير كلي في كل العمليات. دلوقتي التكنولوجيا الحديثه خلتنا نستخدم التخدير الموضعي في معظم العمليات بتاعتنا. معظم العمليات بتاعتنا دلوقتي العين بيبقى صاحي ومش حاسس بحاجه، ومش خايف ومش شايف، يعني بنخليه مرتاح. وده الاسلوب الجديد اللي هو بنخلي العين يعمل اللي هو عاوزه من غير ما نعرضه للخطر. شد الوش والرقبه عمليه بسيطه بتاخد حوالي 2.5 ل3 ساعات بتخدير موضعي. العيان بيعملها ويروح في نفس اليوم. بيبقى فيه شويه تورمات في الوجه حوالي 3 اسابيع، بعد كده بيخف، بس العيان بيصغر حوالي 20 سنه، لان احنا ما بنشدش الجلد بس زي زمان. الشد ده يا دكتور امجد بيبقى للرقبه والجفون لكل الوجه والرقبه، ما بنشدش الجلد بس، بنشد عضلات الوجه وعضلات الرقبه بحيث الشد يستمر فتره طويله. وساعات ما بنعملش الشد بس، بنعمل كومباينيشن، يعني حاجات مع بعضها، يعني نعمل شد وش وشد رقبه وحقن دهن وشد جفون وحقن بوتوكس مع بعض. العيان بيبقى حد تاني، بس يعني حد تاني. يعني لو واحد جه يقول لك يا دكتور انا عايز ابقى مثلا ايه محمد منير، يعني ممكن يحصل الكلام من ده؟ لا ده كلام وهمي. لكن هو بيصغر يعني، بس يعني بيصغر في السن، بيصغر في السن كتير وبيبقى الموضوع دائم معاه، بس يبقى بنفس الشكل، يعني يبقى شكله وهو صغير، شكله وهو شاب يعني. طيب برضو المتصله كانت قالت حكايه التكلفه، يعني بتقول لك انا دفعت في الجلسه اللي هي اتعملت دي 2000 ونص، هل التكلفه دي برضو قريبه من الجراحه التجميل في الوجه؟
لا الجراحات بتبقى اغلى. يعني هي بتقول دلوقتي انا عندي ترهل في مثلا في جلد الانف، هو ده حل بسيط عملت اللي هو لها عمليه، دي مش عمليه، ده هي حقنه فيلر لا، بحقنه. لو جراح تجميل عمل لها عمليه وشد البتاع، هل بتوصل نفس التكلفه عشان نطمن الناس برضو بالنسبه للوصول؟ لا هو احنا ما بنلجأش للشد الا اذا كان الوش عجز فعلا. لكن قبل الشد، قبل الجراحه، بنعمل الحاجات اللي هي البسيطه، اللي هي الحقن الدهون. الدهون دي اساسيه. فالحقن مش عمليه وتكلفته بسيطه، والفيلر ده حل بسيط، دكاتره الجلديه بيعملوه والجراحين بيعملوه، لكن الجراحين التجميل اساسا هم اللي بيعملوا حقن الدهن الطبيعي. تمام. برضو عشان نوضح يا دكتور امجد للساده المشاهدين، يعني هو الناس بقى فاكره الحقن دهون يعني بناخد حته دهن وبنحقنها وكلام من ده، لا عايزين برضو نبسط الساده المشاهدين ازاي بنحط الدهن في الاماكن لا الصغيره. طبعا هو الدهن ما ينفعش ناخده ونحقنه كده. احنا لما بنسحب الدهن من المنطقه، قبل ما بنسحب الدهن بنحقن سوائل بتعمل انقباض في الاوعيه الدمويه، بيبقى فيها ادرينالين مثلا، وبنسحب الدهن ونصفيه من العوالق اللي فيه، اللي هي السوائل اللي موجوده والانسجه الميته اللي طلعت معانا. بنصفي الدهن ونعمل له حاجه اسمها سنترفيوجال، اللي هو طرد مركزي، بحيث ناخد خلايا دهنيه فقط وشويه ستيم سيل اللي هي خلايا جذعيه معانا. هي موجوده اصلا